كلمة إلى السيد ميسوم طار. السلام عليكم. القانون المالية تاع 2017 هذا فكرني في السبعينات. ملي كنت صغير انايا كانت تبعثني الام تاعي تقول لي دي الحواله القدم وبدلهم بالموعن. دوك الدراهم راهم نقصوا ولي تهضر معاه يقول لك ما عنديش دراهم لا نبدل لك. مثل يقولوا المزابي قال لك صغر المحل وكبر القجر. دوك معالي الوزير القجر صغر والكروش كبرت، كيفاش دير لهم؟ من 62 حتى 2016 الجزائر في طريق النمو. دائما نقولوا كاين زوج حوايج، اما الطريق طويل بزاف اما رانا غالطين في الطريق. يا عجب الدوله تدعم المستثمرين تاع السياحه 120 مليار تعطيها لهم، تقول لهم بنوا مركبات سياحيه وفي الصيف تجند لهم حافلات تقول لهم روحوا لتونس ويدوا معهم 1000 اورو ويديروا لنا الطقس على في الحدود تاعنا والدعم بها قرطاس سينمائيه باه يكرموا بها المصريين على حساب الجزائريين وكل شيء. كما قال لك من لحيته بخلوا. كما هذيك مسكينه الفنانه بهيه راشدي هذيك انا نقول لها من هذا المنبر راكي دائما تكون لي نجمه تاع الجزائريين. انا القطه بكري كي كنت نشوفها تاكل ولادها دائما نقول عليها كلات ولادها، هي الفكر تاعها عند بالها باللي كي تاكل ولادها تدسهم في كرشها وهي كلاتهم. هكذاك الحكومه تاعنا احنا اليوم دائما قاعدين نعبدوا في البترول، ها طلع ها هبط ها وكذا. وزير الطاقه هذا واش جاب لنا؟ راه 43 دولار للبرميل. لو كان استثمرنا غير في المايس والصوجا رانا الحمد لله لاباس علينا. كما قاعد نتبعوا في الواردات البترول شوف كذا، شوف الناس وين راهي وين تطورت. حنا بكري دايرين السبحه كما هذه قاعدين نقولوا برجك برج الثور، برج الحوت. شوف الناس وين تطورت، السبحه الكترونيك وحنا قاعدين غير نعبدوا فيها، ها طلع ها هبط ها ودار كذا. ميزانيه 2017 بنيتوها على 50 دولار للبرميل. هذا التوقعات منين جبتوها؟ باغي تلحقوا انتم ايران والسعوديه وروسيا ولا راكم تمشوا غير ابري ولا ما فهمتش انا كذا؟ لو كان البترول هذا ما يوصلش ل 50 دولار للبرميل، العجز الميزانيه منين راح تغطوها؟ منين؟ راكم ديروا كما وعد الصادق، تشري عليه يشري عليه كروسه ب 200 مليون ويبيعها ب 80 مليون. حنا نبيعوا البترول ب 40 دولار ونشروا فيه ب 80 دولار. وحنا كون جات عندنا غير تاع كما يقول لك المعامل تاع التكرير، كنا قلصنا من الفاتوره تاع 5 ملاير دولار هذه كنا قلصناها. كما يقول الانسان امه كل يوم قاعدين كذا. محطات البنزين تاع طريق سيار يا عجب، انا كي شفت لي فاكتير تاعهم 300 مليار مبنيين، داير واحده على اليمنى واحده على اليسرى. يا سيدي صابك ربي يدير لها بون اخسر عليه 100 مليار ونعوضوا 200 مليار وما فيهاش مام با فيلغانيزاتور باهره ودا تكريبي ما تقدرش مام با ديرها. انا ما فهمتش كذا. حنا كي نشوفوا غير المستشفى تاعنا تاع طبلات عطات لنا هبه تاع الدوله تاع السعوديه وسرقناهم. اسيدي امور ريكيبيرو ديك 100 مليون نخدموا بها هذيك تاع السبيطار تاعنا اللي راه اليوم مهجور الى يومنا هذا. انا كي نشوف سي سعيد قال لك باللي زوجت ولدي رحت نحوس على كوستيم من الصنع الجزائري، قال لك ما صبتوش. انا نقول له روح شوفوا عند هذاك تاع الاف سي تاع الكودرون والنايب تاعو هذاك تاع السردين اللي راه كيما يقول لي هو راه حاصل عندنا غير في البديه من السغوات قصر البخاري 35 كيلومتر، راه عنده 6 سنوات والناس تموت وواحد ما يقدر يقول له واش راك دير. الوزير اللي يجي خاصو ولا يدير له بيناليتي دروطار ولا امور. كيف يجي هذو الاف سي يوصلوا كيما الكهنه تاع سيدنا يوسف عليه السلام يملؤون في بطونهم. حنا الشعب واش يديرنا؟ داروا لنا الكالبي، قالوا لنا روحوا خدموا الكالبي نقعدوا 20 سنه باه نخدموا الاستثمار نبداو نخدموا فيه ما نجوا نبنوا. والاف سي واحد يديها واجده والماده تاع 66 من قانون الماده تاع 2016 واجد وكذا وقسمتوها كي البيضه تاع الفرماج. كل واحد دا في قسمطينه، الاخر دا في الجلفه، الاخر دا في الجلفه والشعب قسمتوا عليه لا طاكس. هذا ما يستاهل كاع. وفي الاخير كما يقول لك الانسان باختصار واش نقول لك معالي الوزير ان هذاك مدير تاع الضرائب لا راه يحكم فيه وزاره الصناعه يقولنا ولا راه يحكم فيه وزاره الماليه يقولنا. انا درت استثمار في 2002 تاع بكري كان يقولوا لها لابسي مش لوندي، يقول لي ريكيبيري تيفيا تاع 2002. انا استثمرت ودرت مصنع وراه عنده 14 سنه يبعث له بريه ويقول له ريكيبيري تيفيا. يا هل ترى عنده 12 سنه هذا المدير تاع الضرائب ولا واحد يقدر اغنى انسان على مستوى الجزائر. واخرتها واش تدو؟ واش تدو؟ كفن تدوه البخور بخور حتى الريحه تاع اكسيلونس ما تصحلكمش، تصحلكم غير الريحه هذه.
تاع ليكسيلونس هذيك تاع اللي تجيبوها من باري وكذا، هذا ما تدو الكفن وكذا والبخور. ها البخور جبتو لكم هو هنا، هذا هما اللي يدوهم. شكرا للأخ ميسو.